السلام عليكم. ده سؤال مهم جدا لان اوقات كتيره بيجي لنا مرضى في العياده ما ينفعش ان هم يعملوا عمليات سمنه. اول حاجه طبعا لو معدل كتله الجسم بالنسبه لنا اقل من 30، في الحاله دي بنرفض اجراء عمليات السمنه وبنرشح للمريض كبسوله المعده او البلوم. كمان لو عندنا كفاءه عضله القلب قليله جدا، في الحاله دي يفضل ان احنا نعرض المريض على استشاري قلب ويحدد مدى لياقته لاجراء العمليه. لو عندنا مشاكل كبيره في التنفس، ساعات في مرضى بيجوا عندهم مشاكل كبيره جدا في التنفس، فلازم برضو نعمل لهم تحضيرات قبل العمليه عشان نكونوا ضامنين ان في امان في التخدير نفسه داخل العمليه. كمان المرضى اللي بيكونوا ماشيين على جرعه كبيره من الكورتيزون، زي مرضى الامراض المناعيه او اللي عندهم مشاكل كبيره في المفاصل وماشيين على جرعه كبيره من الكورتيزون، لازم نوقف الكورتيزون قبل العمليه، لان الكورتيزون بيأخر من التئام الأنسجة وممكن يعمل لنا مضاعفات جراحية لا قدر الله بعد العمل. عشان كده ان احنا ناخد تاريخ مرضي مفصل من المريض قبل العملية، وان احنا نحضر المريض بشكل كويس قبل العملية مهم جدا عشان نتفادى اي مضاعفات بعد العملية ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك.